جملة حلوة قوي بتقول ايه؟ أعمال البر يعملها البر والفاجر، أما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. يعني ايه؟ يعني تلاقي الأعمال الطاعات أو الاستمرار على الطاعة أو طاعة معينة شخص بيعملها، ممكن يعملها الشخص البر، الشخص الصادق اللي مع الله عز وجل، الشخص الصالح، وفي نفس الوقت يعملها مين؟ الشخص الفاجر، أعوذ بالله. اللي باستمرار بقى، والشخص الافضل منه او الشخص الصديق الصادق مع الله عز وجل والصادق على الطاعه، اللي هو بيعمل ايه؟ ترك المعاصي، ان هو بيسيب الذنب اللي هو مستمر عليه. خلاص، اللي احنا بنقول عليها التخليه قبل التحليه، انك تفضي اللي جواكي كله وتفضي قلبك من المعاصي، وبعد كده ايه؟ تحطي طاعات. طيب هو انا ينفع امشي مع الاتنين؟ طبعا، بس يكون اللي غالب عليكي واللي بتحاولي فيه هو ترك المعصية. ليه بقى؟ هتلاقيه مثلا مغني ممكن يروح يعمل عمرة، يروح يحج، وبعدها على طول تلاقيه بيعمل حفلة عادي. هو أدى طاعة معينة وراحها زيه زي أي حد كويس برضو، وفي نفس الوقت رجع كمل في المعصية تاني. الأفضل إيه؟ إن هو يروح يترك المعصية الأول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يعني اللي قلت لكم واللي نهيتكم عنه صلى الله عليه وسلم واللي نهانا عنه قال لنا ان ده حرام ما نعملوش، نجتنبه، خلاص نتركه، دي المعصيه نتركها خالص. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. اللي انا قلت لكم ان ده حلال وده يجوز وده هيدخلك جنه ويعليك درجات في الجنه، هات منه اللي تقدر عليه. يبقى الاولى والاول هو ايه؟ ترك المعصيه. ما تلاقيش حد يجي يقول لي ايه، زي ما بيجوا يقولوا لي على فكره انا بحفظ قران وبسمع اغاني عادي وما فيش حاجه فيهم ضغط على التانية. ايوه، ما هو القران اللي انت بتحفظيه او القران اللي انت بتقرايه مش طاغي على قلبك لدرجه ان هو ما قدرش يزق الاغاني في جنب عشان هو اللي يغلب على قلبك. ما هو الاغاني اللي انت بتسمعيها في وقت ما هتزق، لا قدر الله، هتزق القران خالص وتبقى هي الاساس. القرآن اللي انت بتسمعيه ما سابش تأثير قوي في قلبك علشان يبدأ يأثر على الأغاني اللي انت بتسمعي. وقيس بقى على كل ده، يعني قيس على كل حاجة انت بتعملها، قيس على كل معصية انت بتعمليها. أي معصية هتغلب في قلبك في يوم من الأيام، والعكس بالعكس. كل ما هتجاهدي نفسك وتعملي طاعات ازيد وتزودي في الطاعات وتكوني مقرره ان انا المعصيه الفلانيه انا هبطلها، هتلاقي سبحان الله العظيم الطاعه هي اللي بتغلب بعد كده. طيب هو ينفع ما اعملش، نفضل على طول ما نعملش معاصي او ما نعملش ذنوب او في حد كده؟ لا، كلنا خطائين وكلنا بنتوب. طيب والله عز وجل يغفر الذنب تلو الذنب. كل ما تعملي ذنب وتستغفري الله عز وجل بس تكوني صادقه في التوبه دي، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنب ده. بس الاولى ان انا اجاهد نفسي طبعا ايه في المعصيه، ان انا اتركها خالص. لما هترك المعصيه، لما بحفظ قران بس من غير اغاني، بحفظ قران بس من غير مسلسلات، من غير افلام، بحفظ قران وانا بغض بصري، بحفظ قران وانا قاعده في وسط صحبه صالحه، كل الحاجات دي هتغلب عليا. فبالتالي اللي هيبقى متشبع في قلبي هيكون ايه؟ هيكون طاعه الله عز وجل. فهيدلك على طاعه بعد طاعه بعد طاعه. ده المقصد، ان يكون عندنا فكره ان انت مش بس مايله للمعصيه فبتقولي ايه اصل انا على فكره انا بعمل الاثنين. ما هو بتعملي الاثنين دي مش شطاره منك، بتعملي الاثنين دي وبتجاهدي طبعا، وجهادك ده ربنا يصلحك وتبقي افضل ان شاء الله، ولكن بتعملي الاثنين ما تاخديهاش انها شطاره، خديها ان انت لسه في الذنب. يعني هقصد ايه؟ هفهمها لك. بصي، اقصد ان كل ما الشخص يكون شايف ان عادي، في بنات تيجي تقولي على فكره عادي انا بسمع ده وبسمع ده، على فكره انا بكلم فلان وانا في نفس الوقت بروح مقرأة وبحفظ قرآن. هو ذنب ومعصيه انك تقري ان ده عادي وان انا ينفع اعمل ده مع ده، دي كارثه. انما ان انا اقول ايه؟ على فكره انا بجاهد نفسي، على فكره انا نفسي يبقى القرآن بس هو اللي في قلبي مفيش فيه اغاني. فهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الجهاد وييسر لك انك تتركي المعصيه. انما اللي بيحط الاثنين في نفس الكفه وتقوليها كانها تحدي، اللي هو فكره ان انا كده كده انا بعمل ده وبعمل ده، لا. في يوم من الايام غصب عنك هيغلب حاجه عليكي، واسال الله العظيم طبعا ان اللي يغلب عليكي تكون الطاعه، بس دي مش مضمونه. بجانب بقى ان طول حياتك او طول الوقت اللي انت ماشياه لو تضمني ثانيه انك ملك الموت يجيلك وانت ماسكه المصحف مش وانت بتسمعي اغاني، اعملي اللي انت عايزاه. بس
يعني لو تضمني دي خلاص اعملي انت عايزاه. فلازم حالا دلوقتي ورقه وقلم واكتبي كل الذنوب اللي بتعمليها، كل الحاجات اللي نفسك تبطليها، وتعادي ربنا سبحانه وتعالى ان انا هبطلها، مش ان انا ايه هعمل معاها طاعات فهزود، لا انا هبدا الاول اجاهد نفسي في تبطيل المعاصي دي. طب اوقف طاعات؟ لا طبعا، انت زي ما انت في الطاعات، بل بالعكس تزودي لحد ما شيء منهم يغلب على التاني باذن الله، وتكون الطاعات، وان شاء الله تلاقي المعصيه يعني ممكن تعتديها فترات بعيده عن بعض، مش حاجات قريبه، وممكن لحد ان شاء الله تبطليها خالص، سواء اغاني ايا كانت المعصيه اللي بتعمليها. فابدأي ورقه وقلم واكتبي كل المعاصي والذنوب اللي بتعمليها، وكل الطاعات برضو اللي بتعمليها، وكل الطاعات اللي محتاجه تزوديها علشان توصلي الاحسن في موضوع المعاصي، وان شاء الله تستمري في الطاعات باذن الله.